عن ريال مدريد الذي يزور رياثور في هذا الأسبوع، ولكن هناك كانت مشكلة قد حصلت في الأسبوع الماضي بين سيرخيو راموس وكذلك مورينيو. تمت تفاصيل هذه المشكلة بين اللاعب وبين المدرب. مسلسل الصراعات الداخلية لا ينتهي مشهد منه إلا ويبدأ آخر بأدوار يتقاسم البطولة فيه لاعبو الفريق الأبيض الملكي ومدربهم مورينيو. وحتى وإن يبدو هذا المشهد معادا إلا أنه ليس كذلك، حتى وإن كان بطلا المشهد الجديد قديمان، مورينيو في دور المدرب وسيرخيو راموس في دور اللاعب المدافع على خشبة دوري الأبطال، هذه المرة أمام مانشستر يونايتد، فريق زاد الرجلين حججا للتصادم على الملأ بعد هدف ويلبك بسبب خطأ في المراقبة من المدافع على حد رأي المدرب. نشاهد دائما المباريات لنعرف موطن قوة المنافس في الكرات الثابتة. عندما لاعب مواجهة الرجل لرجل فلا مجال للبحث عن الحلول. الرد لم يتأخر من سيرخيو راموس الذي كان له رأيه المخالف لرأي مدربه. أقول دائما أن كل واحد منا حر فيما يقوله سواء كان المدرب أو غيره، وأخلاقي وسلوكي لا تسمح لي بأن أوجه أصابع الاتهام للرفاق مهما كانت أخطاؤهم. كثيرون هم الذين يتساءلون إلى متى هذا التصادم الذي لا يصب في مصلحة النادي، وكثيرون أيضا من متتبعي الشأن المدريدي الذين لهم رأي في الصراع بين مورينيو وراموس. الصراع بين سيرخيو راموس ومورينيو قوة وسلطة لإثبات من هو الأقوى. ما أراه أن العلاقة بين الرجلين ازدادت دهورا هذه السنوات الثلاث، ولكنهما مطالبان بالتحلي في هذا الموسم الكأس ودوري الأبطال. وحتى وإن كان هناك من يشكك فيما ورد في وسائل الإعلام بعيد عشاء يكون قد وجه خلاله كاسياس وراموس إنذارا للرئيس بعدم البقاء في حال استمر مورينيو على دكة الاحتياط العام القادم، فإنه لا يخفى على الخاص والعام أن الشقاق قائم بالبيت المدريدي ليس فقط بين راموس ومورينيو. أعتقد أنه من الواضح للعيان أن غرفة الملابس بها لاعبون لا يتحملون وجود مورينيو. انقسام غرفة الملابس بين الإسبان والبرتغاليين كرسه خبر غداء سيرخيو راموس وبعض زملائه الإسبان، أمر يزيد المبنى تصدعا وسيتضح مداه أكثر في الأيام القليلة القادمة. حسن سالم، الجزيرة الرياضية، مدريد. مشاكل مستمرة بين بعض أعضاء ريال مدريد، وهناك حديث كبير في هذا الأسبوع الأخير عن المدرب الجديد الذي سيستلم ريال مدريد في الموسم القادم. الجمهور حسب صحيفة ماركا جمهور ريال مدريد يود أن يكون مايكل لاودروب هو المدرب الجديد في صفوف فريق ريال مدريد في الموسم القادم. طبعا الجمهور المدريدي يحبذ هذا الأسلوب، يحبذ أسلوب المدرب لاودروب الذي كان أيضا لاعب في فريق ريال مدريد وأيضا لاعبا في فريق برشلونة قبل ذلك. بينما خورخي فالدانو المدير الرياضي السابق في ريال مدريد في الموسم الماضي فصرح أنه أيضا ينصح ريال مدريد بالتعاقد مثل باكو خيميث مدرب رايو فايكانو على سبيل المثال. ما رأيك يوسف؟ هذه دائما تبقى هذه أخبار نسمع عنها دائما في مثل جرائد ماركا أو جريدة الأصل، هم مقربين أكثر لنادي ريال مدريد. صحيح هناك بعض المشاكل، ولكن أظن أن كل هذه الأخبار ربما تكون في بعض الأحيان لا تكون صحيحة، ولكن المهم الآن هو أن الفريق يحتاج إلى تضافر الجهود، خصوصا في هذه الفترة بالضبط. سوف يلعب مباريات جد حاسمة، يلعب ضد فريق أن الفريق ربما لم تعد له الفرصة للمنافسة، ولكن هناك فرصة كذلك للذهاب إذا ما فاز على فريق البارسا يوم الثلاثاء، ومباراة العودة والتي هي الأهم ضد فريق مانشستر التي يعول على كثيرا خصوص مورينيو لإحراز اللقب العاشر في دوري الأبطال. وأظن أن أصبحت هناك مثل هذه المشاكل، ربما حتى وسائل الإعلام يضخمون من هذه الأخبار، خصوصا يعلم جيدا أن ليست هناك علاقة جيدة بين وسائل الإعلام ومورينيو، فالكل أصبح ضد مورينيو. ولكن هناك حديث من كل الصحف يوسف، من كل الجهات تتحدث عن
صفقات قد تحصل في الموسم الماضي، انتقال ربما ايضا انشيلوتي الى ريال مدريد ومورينيو الى بي اس جي. هناك اسماء كثيره تطرح. هذا يعني هذا خير دليل على ان المدرب هو غير باق في الفريق. سوف نرى ماذا سوف يفعل ريال مدريد. اظن اذا ما خسر يعني دوري الابطال ولم يتأهل يعني للدور المقبل، وخسر كذلك أن يتأهل للدور النهائي، سوف يكون صعب، سوف يكون هناك ضغط أكثر على مورينيو، لأن خلاص يعني في شهر مارس ربما يعني سوف خلال أسبوعين وليس شهر مارس، يعني خلال أسبوعين سوف يكون يعرف جيدا هل سوف ينحي إحدى الألقاب أو سوف يعني لا ينافس على ولا لقب. هنا تبدأ الضغوط، تبدأ الكثير من المشاكل، لأن الفريق سوف يلعب تقريبا شهرين على نهاية الموسم. منذ الآن سوف تبدأ يعني الأخبار وتبدأ المشاكل وتبدأ الصحف تتكلم والكل سوف يعني، ولكن أظن أنه في وقت حرج من الموسم فعليه أن يكون مركز بشكل جيد ويترك المجال، لا يترك المجالات لمثل هذه الاشاعات وللمشاكل مع اللاعبين. طيب دائما يوسف عندما يصرح في بعض التصريحات راموس لا يكون مورينيو راضيا عن تصريحات راموس، مثل على سبيل المثال منذ عامين عندما ارتكب خطأ ضد بويول في امام البارسا، كان قام باعتذار لبعض لاعبي البارسا راموس بعد ذلك. على سبيل المثال يوم امس راموس صرح انه في اي مباراه يخوضها البارسا امام فريق غير اسباني في المسابقات الاوروبيه فهو يساند البارسا. يعني هكذا تصريح هل بامكانه ان يؤثر سلبا على علاقه مورينيو وراموس، خاصه وان مورينيو هذا من التصاريح لا تعجبه على الاطلاق؟ يعني كان هناك نوع من سلام من جديد بعد المشاكل بين الريال والبارسا بين كاسياس وتشافي، لم تعجب هذا، لم يعجب مورينيو. مباراة كرة القدم تبقى في الملعب. يعني شفنا هناك تحسن العلاقة بين اللاعبين خصوصا بعد مباراة الكلاسيكو، دائما أصبح هناك تصافح، أصبح هناك روح رياضية أكثر. يعني في السابق عندما كان غوارديولا وكان مورينيو كانت هناك مشاحنات، كان هناك مشادات كلامية قبل المباراة وبعد المباراة وحتى أثناء المباراة، ولكن هذا الشيء لم نلحظه. ربما الصحافة هي التي تأدت بهذا الموضوع. عندما تكون هناك روح رياضية فالكل أصبح يعني يؤدي ويريد الفوز في المباراة، ولكن بعد المباراة تنتهي المشاكل. من قبل كانت هناك تصريحات المدرب غوارديولا، تصريحات مورينيو دائما تشعل من غضب الجماهير، وهذا لم يعد كما كان عليه في السابق. ربما تدخلات ديال بوسكي، تدخلات مسؤولي الاتحاد الاسباني هي التي اهدت الامور. يعني سؤال ايضا موجه اليك يوسف من علي العراقي، هل سيكون هذا الموسم هو الاخير لمورينيو في ريال مدريد حتى ولو احرز ايضا لقب في هذا الموسم؟ سوف نرى ان دائما. يعني انت تتخيل في حال ريال مدريد اليوم احرز دوري ابطال اوروبا، دوري الابطال هذا هو ما يريده مورينيو هذا الموسم، هل سيبقى او سيرحل؟ انا مورينيو احرزت اليوم دوري ابطال اوروبا، هل سابقى مع ريال مدريد ام انني افضل الرحيل؟ اظن هناك مشاكل بينه وبين بعض اللاعبين. اظن اذا ما فاز بدوري الابطال واكيد انه سوف يغير بعض اللاعبين بلاعبين اخرين. اظن اذا ما وافقت الاداره او بيريز على كل ما يريده مورينيو سوف يبقى، ولكن اذا ما وافق هناك مشاكل. كاسياس، اتحاد كاسياس وراموس لا يريدون مورينيو، هناك مشاكل كثيره، ولكن الكل يبقى هل سوف يحقق مورينيو الدوري الابطال هذا الموسم ام لا؟